السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في درس جديد عن ال OOP، ونقدر نتكلم عن ال Abstraction وال Interfaces. إحنا آخر مرة كنا خلصنا خلاص ال Composition وال Inheritance، تمام، وشرحنا إيه أهميته. ولكن النهاردة المرة دي هنتكلم عن ال Abstraction، وهيبقى بقى لنا حاجة اسمها ال Polymorphism، هتبقى بالنسبة لنا آخر درس. ال Abstraction عامة أو ال Interfaces هي تكملة لل Inheritance، وإحنا عشان كده شرحنا ال Inheritance في الأول عشان نقدر نوضح ال Abstraction بشكل كويس. طب يعني إيه عامةً inheritance، أو يعني إيه عامةً قصدي abstraction؟ الabstraction بشكل عام هو يتضمن إنك تحط الclass بتاعك، تحط فيه بس الحاجات الضرورية أو الحاجات اللي أنت مش محتاج يكون فيها تفاصيل كتير في class، يكون الclass ده بس ما هو إلا مجرد class. هو class ما فيهوش أي حاجة، ما فيهوش أي تفاصيل، ما فيهوش أي logic، ما فيهوش أي حاجة، مجرد شوية attributes وشوية حاجات functions فاضية، تمام؟ ومهمته الأساسية إن هو محطوط كده عشان الclasses التانية إنها ترث منه الحاجات اللي جواه، وبعد كده يبدأوا يعدلوا عليها، تمام؟ طب هنعمل الموضوع ده بيحسن لك إيه في الكود؟ بيحسن لك طبعًا قراءة الكود بتاعك، إنك يبقى الكود بتاعك بالنسبة لك أنت كده إيه، مثلًا عندك class اسمه person، صح؟ عندك الperson ده فيه name وage وyear والكلام ده كله، تمام، بيحطهم لك فوق كلهم في الclass، وفي function مثلًا speak، وفي function walk، وفي function كذا وكذا، كل الfunctions دي موجودة جواه وفاضيين خالص، كل حاجة كده إيه محطوطة كده ما فيهاش أي حاجة، وكل class هتعمل منه هيinherit من الclass ده، هياخد كل الحاجات دي بقى ويعدل عليها، تمام كده. فأنت كده ضمنت إنك تعرف تقرأ الكود بتاعك، عشان الكود هيكون كل حاجة متجمعة في class واحد، فتقدر تعدل عليها كويس. هتبقى الcomplexity بتاعة الكود بتاعك هيكون أبسط بكتير، بدل ما كنا عندنا في الأول class يكون فيه مثلًا methods الحاجات اللي جواه الfunctions اللي جواه مكتوب فيها implementation، لأ هي هتكون فاضية خالص، وهتكتب أنت الimplementation بتاعك فلما تinherit منه، بحيث إنك إيه كل class يحط الimplementation بتاعه والbehavior بتاعه مختلف. طيب بنعمل ده إزاي، أو عامةً الموضوع ده بيتطبّق إزاي؟ عندك حاجة إحنا قُلنا الmultiple inheritance موجود في مش موجود في الجافا، لكن الC++ بتعمل له إيه support. فده الabstract class بيحسّن الموضوع ده، أو الinterface بيحسّن الموضوع ده في الجافا بالذات. أنت تستخدم ده لو أنت عايز تستخدم الabstract class تستخدمه إمتى؟ تستخدمه لو أنت عايز تshare common code among إيه related classes. يعني أنت عندك شوية كود كده محتاج تشيره ما بين class كتير، تمام كده، بحيث إن أنت ما تكتبوش كذا مرة، وما تكررهوش، وما تحاولش إيه تكون الدنيا معقدة معاك شوية. طب إمتى تستخدم الinterface بشكل عام؟ الinterface تستخدمها لما يكون عندك contract. من الآخر يعني عبارة عن إيه؟ الinterface الinterface بيبقى جواه functions، وأنت بتقول لما تيجي تinherit من interface، أنت ساعتها بتقول مثلًا مش إحنا كنا على طول بنكتب في الكود extend. لو أنت كتبت أي مثلًا كود تقول إن الclass ده بيextend من الclass ده، صح كده؟ لأ هنا بقى بتقول له إيه، أنا عايز implement يعني أنا باقول لك أنا مضيت معاك عقد بيقول له إن أنا أي function هاinherit منك الfunction دي، هيبقى إجباري عليَّ إن أنا أعمل لها implementation، لازم أحط فيها كود ولازم أحط فيها إيه implementation. وده هنشوف الكود بشكل عام أو بشكل أفضل يعني. hiding من الimplementation ده والdetails ده مفيد لينا في إيه، بحيث إن إحنا لمّا نعمل abstract class هو ما بيخُضش في أي تفاصيل، ما فيهوش أي حاجة، هو class فاضي خالص ما فيهوش أي حاجة. هو مهمته الأساسية إن هو إيه يshare الcommon code، إنك تshare الكود بتاعك اللي متكرر ما بين class كتير، وده بيخلّي الlogic بتاعك يكون أحسن وprivate، ما يكونش أي حد يقدر يaccess عليه، وفي نفس الوقت يكون الإيه الclient يعني عامةً يكون الاستخدام للكود بتاعك بيكون أسلس، ويكون تعرف تقرأه وتعدّل عليه بعدين. طيب لو إحنا بقى عايزين نشوف الحوار ده في الكود، تمام، إحنا عايزين نبدأ الأول نعمل abstract class. إحنا اتفقنا الabstract class ما هو إلا function، أو ما هو إلا class، بس ليه شوية إيه كده حاجات إيه مختلفة عن الclass العادي. أنت الأول مثلًا في الجافا بنحط على كلمة قبليه كلمة abstract عشان نميّزه إن الclass ده اسمه abstract، وهنحط مثلًا جواه إيه to إيه methods، تمام. الmethod دي abstract. يعني إيه الmethod دي abstract؟ يعني ما لهاش body، يعني أنت ما هو إلا function ثابتة بس، ليها اسمها بس، أنت هتطلع اسمها من غير أي implementation، ودي الfunction العادية اللي إحنا متعودين عليها، صح كده؟ وليها إيه implementation. هنشوف الفرق دلوقتي في الinterface، بس أنت خليك معايا في الإيه في الabstract. أنت قلنا الabstract بنميز الclass ده إن هو abstract، وحط تكتب قبليها abstract بس، وعندك نوعين من الmethods جواه، الmethods العادية اللي إحنا عارفينها، والmethod الإيه الabstract معناها إن ما لهاش إيه ما لهاش body، تمام كده؟ طيب فقلنا الdog هيextend من إيه من الanimal. يعني إيه هيextend؟ يعني هيرث من الanimal، تمام كده. طيب هيimplement بقى إيه الfunction اللي اسمها sound عنده،
هيحط لها implementation بتاعها. ليه يحط لها implementation بتاعها؟ يعني لو عملنا كده ومسحناها ساعتها هيكون بالنسبة لك الfunction اللي اسمها sound دي هو شايفها، ولكن ما لهاش implementation، ما لهاش أي action، تمام كده؟ فلأ أنت مثلًا بتروح حاطط لها الimplementation بتاعها، تقول مثلًا الكلب مثلًا هيبارك، تمام كده؟ طيب بالنسبة للcat نفس الفكرة، مسكت نفس الfunction وعملت لها الimplementation بتاعها الabstract method بس، لكن هُم الاتنين مشتركين في في الfunction اللي اسمها sleep، هُم الاتنين هنا، تمام كده؟ جينا عملنا بقى interface بعد كده. الinterface مشكلته الوحيدة أو عامةً شكله الوحيد أو الحاجة الوحيدة اللي بتبقى جواه هو عبارة عن إنك بتكتب إن كان قبليه interface وتقول له إن الinterface ده مثلًا مش هو ما بيبقاش بقى class، هو اسمه interface. يعني إيه interface؟ interface مهمته الأساسية في الحياة إن هو إلا مكان تحط فيه الكود بتاعك من غير أي implementation، من غير أي حاجة، من غير أي سلطات ولا أي حاجة ولا أي حاجة، يكون فاضي كده. مهمته الأساسية إنك أنت تعمل له حاجة اسمها implementation مش extend. إحنا كنا بنقول إن الدوج بيextend، لكن هو مش بيextend. هنا في حالة الinterface بتعمل حاجة اسمها implementation. ليه implementation؟ لأن الinterface بيتعامل معاملة مختلفة، بيتعامل حاجة اسمها contract. أنت بتتعامل مع الinterface ده إنك مضيت معاه عقد كده، تقول له أنا أي حاجة آخدها منك أنا كده هاعمل implementation بتاعها. طيب الموضوع ده مهم في إيه؟ مهم في إنك مثلًا تبقى إجباري أي حد هيinherit من الclass ده لازم يعمل الfunctions الفلانية، وعلشان يطبّق حاجة زي دي لازم يجبره إن هو يقول له خلاص طالما هتعمل الfunction دي لازم تكتب لي الimplementation بتاعها. وطبعًا عشان يعمل حاجة زي كده برضه لازم تكون الfunctions كلها فاضية، علشان أي حد هينهرت منه بالنسبة له إن الbehavior في الclass ده هيكون مختلف، وإن التعامل عامةً مع الclass ده هيكون مختلف تمامًا. فجينا هنا مثلًا عملنا dog bit. الdog bit بقى ده بيextend من مين؟ من الdog اللي هو أصلًا هنا لو طلعنا فوق الdog ده أصلًا بيextend من مين؟ الanimal. كده معناه إن الclass اللي اسمه dog bit ده بيextend من الdog وبيextend من الanimal، وفي نفس الوقت عنده بيimplement الbit. بيimplement الbit دي ده معناها إن الfunction اللي اسمها play جوّه bit لازم يحط لها implementation. اللي إحنا عملنا كده وجينا نعمل run هيضرب لك error. ليه بقى هيضرب لك error؟ لإن هو بيقول لك إن عندك function اسمها play لازم يتعمل لها override. فيقول لك فين الfunction دي؟ فلازم تحط لها الimplementation بتاعها، تمام كده؟ طيب عندك برضه cat bit نفس الفكرة بيimplement، هو إجباري عليه لازم يحط body للfunction دي، حتى لو أنت عاملها كده فاضي، بس لازم تحط function، لازم تحط لها body، تمام؟ فده الفرق بين الabstract class والinterface class. طبعًا مش في كل اللغات فيها الinterface وفيها الabstract، بس عامةً الabstract عامةً كconcept هو ما هو إلا تجريد الclass من كل ما يخص أو أي تفاصيل أو أي implementation جواه، عشان في الأول وفي الآخر هتشير الكود ده كله ما بين class كتير والclass الكتير دي تنهرت من الabstract class ده أو الinterface class ده، وبعد كده يعملوا override على الfunctions اللي جواه ويكتبوا هم الimplementation بتاعهم ويعدلوا في الbehavior بتاعه. ده بشكل عام الconcept، وده أيًا كان اختلاف طريقته في الكود، ولكن ده بشكل عام الconcept. لو جينا هنا في الname بقى عملنا هنا كريتنا dog وكريتنا cat، جميل كده، وعملنا dog sound وcat sound، فكده هيطلعوا الfunction اللي إحنا كتبناها فوق اللي هو معمول لها أصلًا override. عندها الsound والsound جاية من الanimal أصلًا، ولكن هم عاملين الimplementation بتاعها مختلف على حسب هي cat والّا dog. طيب بعد كده عملنا الbet بقى، عملنا object من my dog وmy cat هنا، وبعد كده ندهنا الfunction اللي اسمها play، وكل واحدة برضه طبعت الplay بتاعتها. وعندنا بقى حاجة مختلفة هنا، حاجة اسمها الeat بقى. هنا بقى مختلفة في بقى؟ عندنا function في الinterface الحالة الوحيدة اللي تقدر فيها مثلًا في الجافا، دي حاجة مختصة بالجافا، عندنا حاجة اسمها default function. الdefault method قصدي. الdefault method دي هي اللي تبقى الوحيدة اللي ليها body، تمام كده؟ دي function ليها زي default كده ما حدش يقدر يغير عليها، كده كلهم هيرثوها وكده كلها هتشتغل عندهم. فده بشكل عام الفرق بين الinterface وبين الabstract class. هتلاقي هنا example بقى بالجافا وexample بالبايثون ممكن تبص عليهم بصة، وexample بالC++، وممكن تبص عليهم كsyntax ماشيين ازاي، ولكن عامة كده هم كلهم بيبقوا شبه بعض في الconcept. كده abstract class زي ما قلنا إن هو بس بيبقى class مجرد من أي تفاصيل وأي implementation، علشان أنت بعد كده لمّا تيجي تنهرت منه تقدر تحط الimplementation بتاعك براحتك من غير ما تكرر الكود في كذا مكان. وبكده نكون خلصنا الدرس الخامس على الabstraction والinterfaces، وكده اتعلمنا عن الinheritance وإزاي الموضوع بقى متطور لبعضه أكتر. المرة الجاية هنشرح بقى درس الpolymorphism. الpolymorphism بقى هيكون تطبيق شوية على الoverride الoverride method. إزاي بقى ليه لمّا نحط function ونكتبها تاني بنغيّر في اسمها مثلًا، بنغيّر في الattributes بتاعتها وكده، هنعرفها في الفيديو اللي جاي. ولو استفدت من الدرس ده دوس لايك بقى وشير مع أصحابك، وأشوفك الدرس الجاي. سلام.